عمارة ممكن يطلع براءة لو قضيته اتفتحت من تاني وحققوا فيها بشكل أكثر عقلانية ومنطقية. أرجوكم كملوا الفيديو للنهاية وشيروه لكل مكان عشان حق الراجل داير. بعد ما شفنا كمية الأرقام العملاقة اللي طلعت بأسماء نص الشعب تقريبا بدون علمهم، خلينا نتكلم في الحل المفيد. كان لازم الناس كلها تثور بشكل غير طبيعي على شركات الاتصالات، لأن الراجل راح في داهية واتحكم عليه بالفعل. دلوقتي بقى تنظيم الاتصالات بيقول إن لو الخط متسجل باسمك وبيستعمله الشخص تاني فانت غير مسؤول عن تحركات وافعال الشخص التاني، وده بعد ما تثبت طبعا انك ما كنتش بتستعمل الخط التاني اللي عمل مصيبه. وفي حال حدوث الجريمه بالفعل زي اللي حصلت دي، المفروض شركات الاتصالات هي اللي تثبت بطلب من المحامي واذن من النيابه وتقدم تقرير دقيق بتحركات ومكالمات الرقم اللي عمل الجريمه، وتقارنه بتحركات ومكالمات الرقم اللي مع الشخص اللي اتاخد في الرجلين، واكيد كل حاجه وقتها هتظهر وهتبان. ومعرفش ازاي دي ما خطرتش على بال المحامي اللي مع الشاب ده، مع انها اتهرست في فيلم الليمبي 8 جيجا من يجي 20 سنه، ولكنها كفيله تطلع الشاب ده منها لو بريء. وشركه الاتصالات اللي عملت كده تقدر تطلع التقارير دي بكل سهوله اكيد، لانهم بيمتلكوا كل داتا العميل المفروض ومستأمنين عليها وبيخونوا الامانه وبيوزعوها، بما انها بتتسرب وبيتعمل بيها خطوط وهميه بدون اذن اصحابهم عشان الموظف يقفل التارجت، والشركه بتسكت طبعا لانها بتعد عملاء بتدفع باقات وشحنات طول الشهر. حق الشاب ده في رقبه الموظفه اللي سربت بياناته عشان تطلع كام خط عليها وتقفل تارجت وتاخد بونص، وفي رقبه مديرها اللي ساعدها على كده، وفي رقبه اللي وزع الخطوط تحت الكباري وعلى الارصفه للبلطجيه والصيع والمجرمين، وفي رقبه كل اللي عارفين كده وساكتين، لان الحراميه خلاص لاقيينها متسهله وبيقدروا من تحت اي كوبري يشتروا خط شغال على طول وبارخص سعر كمان وعليه رصيد هديه. هيحتاجوا ايه تاني عشان يعملوا المصيبه؟ وطبعا جميع الخطوط اللي بتتباع في اي كشك صغير او اي فرش على اي رصيف شغاله على طول بدون تسجيل طلع بنفس الطريقه اللي طلع بيها خط علي عماره وقع في ايد تاجر مخدرات ولبس في 25 سنه سجن من غير ما يعرف عنهم حاجه. المفروض ما يروحش هباء ولازم قضيته تتفتح تاني. والمجرم الحقيقي مسؤوليه شركات الاتصالات اللي بتسرب بيانات العملاء ببلاش من اجل تحقيق ارقام. ممكن بقى تسرب مكالمات وتحركات المجرمين والحراميه باصواتهم عشان ما تلبسش واحد ملوش ذنب في مصيبه سودة زي دي. ثانيا بقى الحل الامثل للموضوع ده هو الاتي: المفروض يحصل تحديث بيانات عام على جميع المستخدمين، واللي مش معاه بياناته يبقى اكيد بيستخدم خط مش باسمه ويتقفل فورا. وممكن تتعمل اونلاين عادي، كل الناس بقت عايشه اونلاين دلوقتي. وممكن عادي جدا يوفروا اختيار قفل خط مش معاك ومكتوب باسمك من على الابلكيشن بتاع شركه الاتصالات او ماي نترا. تنظيم الاتصالات قال لك لو لقيت ارقام باسمك مش معاك وما تعرفش عنها حاجه وما تعرفش طلعت امتى وازاي، ليك الحق وقتها انك تقدم شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات وتحقق ازاي تم تسجيل الخط ده وامتى. ولو لقيت اي حاجه تمت بدون موافقتك تقدر ترفع قضيه على الشركه. والجهاز بيطمن الناس لان بعد الموضوع ده الخط بقى يخص الشخص اللي بيستعمله فقط حتى لو مش باسمه. واساسا حته خط مش باسمه دي هتنتهي تماما بعد ما يفعلوا الرقابه ببصمه الوش. يعني من الاخر خطك هيبقى متسجل ببصمه وشك، لو مش انت الخط مش هيشتغل ومش هيفتح معاك. واكيد الرقابه هتشد على الموضوع ده لان الدنيا اتقلبت بجد على الموضوع. وبعد ما يتم تطوير منظومه التحقق من الهويه وربطها بالشريحه، الموضوع ده هينتهي بشكل كامل باذن الله. لو شايف الفيديو فيه نوع من انواع التوعيه وهيضيف لغيرك، شارك في انتشاره وفولو ولايك وشير، وما تنساش تصلي على النبي.